ابو وقتي؟ انا مش مع الشغل. انت بتعمل ايه يا مجنون؟ انت بتعمل ايه؟ انا مع الشغل. بتعمل ايه؟ يا دكتور ابراهيم مش ناوي تخلص بقى، عايز اتجوز ام حل انا. وانت بجد عايز تتجوز اختي يا دكش؟ وربنا بحبها يا دكتور. خلاص يبقى تتعلم. تعلم ايه؟ ايوه تتعلم وتدرس. ادرس؟ ايوه تدرس. واخد اللانش بوكس بتاعي وانزل الصبح واخلي ماما تعمل سندوتشات حلوه. اسمع يا دكش، انا تهونت معاك في حاجات كتير، انما بقى دي بالذات ما ينفعش. دي وصيه بابي قبل ما يخش السجن. مين بقى اللي هيعلمني ان شاء الله؟ انت جيت في جمل الاسطوره. ايه ده؟ محمد رمضان؟ ايه اللي جاب سيره محمد رمضان يا ابني؟ ترجع للعلم. الاسطوره هبه هاني، اسطوره العربي. ده عامل جزء تاني. تصدق بالله يا دكش، دي لو خليتك تقول جملتين مع بعض تبقى اسطوره فعلا. والله العظيم. طب تعالى وريني يا عم فين الاسطوره دي. يعني انت موافق؟ يا عم اي حاجه عشان محل بقى وخلاص. تتكلم جد والله؟ والله يا عم. طب تعالى معايا. انت خاطفني ولا ايه يا دكتور ابراهيم؟ بقول لك ايه، عايزك جوه تبقى محترم. يلا هنا. ايوه هنا. في ايه يا دكتور ابراهيم؟ في ايه يا دكتور ابراهيم؟ محمود يا استاذ خبط. بس في ايه؟ بخبط يا دكتور. انا كده بقبض عليها. خلي بالك انا بتخانق من الشغل يا دكتور ابراهيم. هنشوف. ما تتكلمش خلاص، ما تتكلمش. مش هتكلم. اتفضل. مساء الخير. السلام عليكم. ده بقى الدكش اللي قلت لحضرتك عليه يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ ايه اخبارك؟ انت مين؟ نبيل الدكش جاي من اخر الدنيا عشان نفهم اي حاجه بس مش فين يعني. هو بيتكلم كده ليه؟ ايه اللي انت بتجيبه ده؟ في انت مش بتقول قبلة عربي؟ ما لازم برضك نعرب معاه عشان ما تشوفناش شوفه غلط يا دكتور. هو في حاجه يا دكتور؟ لا ما بتشاور الدكتور ابراهيم نسيبي كده في حاجه. نسيبه؟ انت ما قلتليش ان هو نسيبك، انت قلت لي ده واحد غلبان وبتعطف عليه. تعطف عليا؟ انت بتستعجب مني يا دكتور ابراهيم؟ يا ابني انا هنا بتكلم مين؟ انت بتستعجب مني يا دكتور ابراهيم؟ لا فهمتني غلط. انا كنت قصدي على واحد تاني، انما ده الدكش نسيبي عايش طول حياته بره مصر ونفسه يطور نفسه في العربي. ما ايوه انا كنت عايش طول عمري بره مصر وكده يعني. يا دكتور ابراهيم انت مش بتقول عايش بره مصر؟ عايش فين بقى بره مصر؟ في بلغاريا. وشغال ايه؟ في استيراد البخور الافغاني. اول مره اسمع عنه. ابقى اجيب لك شويه حلوين كده بخار من الشقه. لا ما بلاش يا استاذه، وحش وحش ليه يا عم؟ انت مبخر بتاعك وحش انا مجربه وحش. خلينا نخش في موضوعنا. ده ابوك اللي يجي نص فرش. وربنا. قول لي بقى يا دكش، وانت كنت بتقفل في المدرسه وانت صغير؟ طبعا. هايل. كنت بتقفل في ايه؟ يا عبد الله لو قدام مني ده كان بقى في الشوارع. شوارع علميه يعني وكده. شوارع من حب الناس يا استاذه، الدكش محبوب والناس بتتلم عليه وكده. طب يلا بينا كده اعمل لك اختبار بسيط وبالمره نشوف مستواه وصل لحد فين. انا مش هحل يا دكتور ابراهيم. حل ايه؟ يعني ايه بتقول لي اختبار؟ يا ابني اختبار ورقي. هيطلع نيجاتيف. يا ابني نيجاتيف ايه؟ اختبار عربي اللي انت شايفه انت بقى. عين يا دكش. طب يلا. ماشي يلا بينا. ما مش عايز اكل. لا عايز تاكل ايه؟ ده امتحان. انا خايف يا دكتور ابراهيم. ما تخافش يا دكش. حلو ربنا فيها قبله. انا هشتغل اهو. ماشي دكتور ابراهيم. حل يا دكش حل. السؤال هو ليه؟ تعتمد على مجهودك يا دكش. يا جدع ما تقول ما تبقاش من يهود الدفعه كده عيب. انت لو اتكلمت تاني انا هسحب منك ورقتك. اسحب ورقتي؟ انا مش مع الشغل. انت بتعمل ايه يا مجنون؟ انت بتعمل ايه؟ انا مع الشغل. بتعمل ايه؟ ولا وطي صوتك. صعب حل بس انا عايز حاجه ايه؟ انا مش بتاع ورقه وقلم. انا عايز حاجه فيس تو فيس. اختبريني بالبق. طب انا هديك مثال عشان ابقى عملت اللي عليا للاخر. يضرب المعلم التلميذ. اعرف. ما غلط برضك. هم مش منعوا الضرب في المدارس؟ يا ابني ضرب ايه؟ ده جمله هتعرفها. يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مين اللي بيضرب؟ المعلم. فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. التلميذ بقى مفعول. ها؟ ايه؟ ها؟ ايه؟ مفعول ايه؟ قول. ايه؟ ما تنطق يالا. والله ما انا اللي ضربه قبله. يا ابني مفعول به منصوب. منصوب عليه في كام قبله؟ منصوب عليه ايه يا ابني؟ ما تجيش بالك بقى انت بالشغله دي. يا دكتور ابراهيم هحل انا معاها. هيحتاج شغل كتير قوي. انا جاي لك ليه يا استاذه؟ انت الاسطوره. انا عارف انه هيتعبك بس انت اللي هتعرفي تترجميه. انا هروح الحمام تقولي ترجمتين. هحاول. بص بقى قبله وعيد الله. سيبك بقى من الكلام ده كله. انا عايز 200 شعر اقول من ام حلي. بس كده؟ ده انا هخليك شاعر. اللهم صل على النبي عليه. انا عايز ابقى زنكخ. يا ام حلي اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري او فوق دفاتر اشعاري.